السلام عليكم. في قواعد كده بتقول ايه انه ممكن جدا فريق محتاج لاعب فبيروح يشتريه، يعني حتى لو بيشتريه، يعني مثلا ممكن ليفربول يحتاج لاعب يروح لمانشستر يونايتد عادي يقول له آه، عايزين فلان، شوف بكام. لا والله ممكن، لا مش ممكن والله، احنا عايزين 40 مليون، عايزين 50 مليون، عايزين 70 مليون. لا اللعيب مش للبيع. كل ده موجود في الكورة عادي يعني. يعني مش ان الواحد بيقول الاهلي بياخد نجوم الزمالك عنده، دي حاجه غريبه. لا هي مش حاجه غريبه، لكن الظروف المحيطه بيها غريبه بتخليها غريبه. يعني ايه مثلا؟ انا فاكر حاجات كده، يعني موضوع كهربا ما كانش فيه مثلا احترام لابسط المبادئ الاخلاقيه يعني. يعني مش عايز ارجع لكهربا، بس انا هديكم حاجات اسهل. يعني كهربا اصلا الاتحاد الدولي حكم فيه بغرامه كبيره جدا. معنى كده ان دي ادانه للاهلي. هتقول لي لا الاهلي لم يدان، اللي ادان كهربا. بس كهربا ذل الاهلي في حاجات كتير، والاهلي كان عايز يمشيه، الا انه طلع تهديد من كهربا: لو مشيتوني هقول فعلك فيها. فقعدوا يرادوا فيه وبتاع، ولقوا له العرض الليبي ده وسفروه بألف سلامة علينا يا كهربا. وإن شاء الله مع الأيام كهربا يعتزل ولا بتاع، هيطلع يرجع، يقول كل حاجة. أنا بس عايز أقول حاجة دلوقتي. الأهلي، الزمالك راح يتفاوض مثلا مع القندوسي، جري مندوب من الأهلي وحط المليون دولار بسرعة وخدوا القندوسي، وفي الآخر القندوسي بيلعب فين؟ في سيراميكا. يعني الأهلي مش محتاجه. حلو. الساعي، الزمالك بيتفاوض مع الساعي، يروح الاهلي للاسماعيلي يحط 50 مليون جنيه وياخد الواد، واديكوا شايفين الواد وصل لايه. في ولد اسمه بوبو كان الزمالك رايح يشتريه، الاهلي خلى سيراميكا تاخده، يعني احتياطي في سيراميكا. تخيلوا بيراميدز ياخد منك، يعني في عز ما انت متنال على عينك، تعبان تعبان، وبيراميدز مش محتاج لعيبه، ياخد منك سيف فاروق جعفر وابن اسامه نبيه عادي. خد، هو مش عايزهم، هو بياخد. بص، هو دول ممكن يكونوا امل في الزمالك فناخدهم. الواد محمد السيد طالع كويس، عيل عنده 18 سنه، الاهلي واجع له دماغه. ومع العلم عقده مع الزمالك لسه فاضل له سنه ونص. لا احنا السنه ونص دول بنقول له يا عم خدهم. انت بتاخد كام يالا في الزمالك؟ 700 800 الف جنيه، خد لك 5 مليون جنيه واقعد، ونعمل معاك عقد من النهارده كمان، مفيش مشكله. المهم ان انت لو عندك اي فرصه حتى بعد 3 سنين يبقى عندك لعيب كويس، انا هاخده منك. يعني حتى الفيوتشر بتاعك بيقضوا عليه من دلوقتي. لعيبه كتير بنفس الطريقه دي. انت كل ما تروح تجيب لعيب، يعني بتروح تكلم سيراميكا في لعيب بيقول كلام غريب، تروح تكلم انبي زياد كمال عشان تروح تشتري منهم، يقول لك اعاره ب 35 مليون جنيه. طبعا لو في واحد اهلاوي دلوقتي يقول لي ما انتوا اللي هبل، انتوا اللي بتعملوا. ما هو ده كمان ابتلاء كبير، انه اداره الزمالك اداره على الله حكايتها، وعمولات وي وي وي. خلاص الكلام بتقول ايه؟ بتقول ان الزمالك مش داخل في منافسه شريفه ولا منافسه نظيفه ولا اي حاجه. يعني انت الاهلي من دون لعيبه العالم راح يتفاوض مع بن شرقي. ليه؟ ليه؟ لان الزمالك ممكن ياخده. لا ناخد بن شرقي ونجيب عليه تريزيجيه، وعندنا اصلا حسين الشحات. هنعمل ايه؟ انت بوتيك؟ يعني انت بتلم مثلا لعيبه الوينج الشمال في العالم بتحطهم في الاهلي؟ يعني بتعمل ليك وللزمن احتياطي عشان كوفيد ممكن اللعيبه ما تجيش بعد كده. انا مش فاهم. فدي الظروف اللي انت بتتنافس فيها، تتنافس على. بص انا اقول لك حاجه، الوضع اللي الزمالك فيه النهارده ده، انا بقول لك فيه سيناريو هو من اكبر كوابيس الاهلي. عشان كده الاهلي شوف عمل، انا واثق ان الاهلي يعني ناس في الرابطه خلاص عملوا مستقبلهم. يعني اتحط مبالغ. اصل شوف قرار الرابطه ده ما حدش يتحمله ببلاش. يعني بص، انا ممكن مستقبلي الكروي يضيع، انا خلاص هعتزل كوره. زي مثلا حكم يجي يحكم ماتش وما تشوفوش تاني. ده في حكم يعني البنا ده يحكم للاهلي ماتش يتوقف شهرين، بعد يرجع من الوقف على ماتش للاهلي يتوقف شهرين، يرجع على الماتش الثالث مع الاهلي يتوقف شهرين. 3 ماتشات ب9 نقط. هو الراجل مبسوط لانه انا هحكم ماتش وهتراضى،
طبعا في اخ اهلاوي قال لي يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. انت بتقول ان الاهلي بيدفع للحكام؟ ده مسؤولين الاهلي قالوا ان هم بيتكلموا مع الحكام. بيراميدز سحب طلب الحكام، ما انسحبش من ماتش الاهلي. يعني مش مثلا بيراميدز قال لك لا والله بص احنا هننسحب من ماتش الاهلي، لا 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 لا، قال لك انا بس بسحب طلبي لحكام اجانب لماتش الاهلي، لان الامر تعدى اصلا الحكام. يعني بص انت ممكن تلعب الماتش وتكسب، والرابطه يقول لك والله نظرا للظروف القهريه في المباراه لعيبه الاهلي كان عندها حساسيه ضد النجيله فاحنا هنكسب الاهلي. يا باشا اي كلام. بص النهارده ما بقاش في واقع غير واقع اسود غريب، واقع مريب. الاهلي السنه دي الكابوس بتاعه ايه؟ ما ياخدش الدوري امرها سهل، لان العمليه برضو صعبه، الدوري صعب. يعني انا هديك برضو مثال حاجه، يعني لو البيراميدز مزنوق في ال3 نقط بتوع الزمالك، انا اعتقد ان الزمالك هيديهم له، عشان طبعا الزمالك بيحب الاهلي، يعني دي حاجه يعني عادي. يعني مشكله الزمالك النهارده ايه؟ مشكله الزمالك انه فعلا بيحارب على كل الاصعده. ده الاعلام غريب. يعني الاعلام بقول لك الزمالك رايح يلعب ماتش في جنوب افريقيا، يطلع له اليوم السابع جريده وطنيه تكتب لك زيزو في الاهلي. ايه ده يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ مدرب الفريق الوطني طالع في برنامج اهبل. يعني انت متخيل مدير منتخب مصر ازاي اللعيبه هتحترمه وهو طالع صعلوق في برنامج لمجرد انه ياخد فلوس؟ وبعدين يطلع يقول لك زيزو افضل ليه الاهلي. وانت مال اهلك؟ وانت مالك؟ ده الزمالك اثر خيره عليك يا حسام يا حسن. ده لولا الزمالك، ده انت الاهلي رماك رميه. مش عيب ما ينفعش واحد بدأني يقول رميه ايه. في ناس مهما خدت ما بيتمرش فيها، من ضمنها حسام حسن ده ما بيتمرش فيه. لما يرفع لجمهور الزمالك الفانيلا الحمراء اللي رموك في الشارع، يعني معلش جمهور الزمالك هيصبر على حاجات كتير، بس ان شاء الله باذن الله الكابوس الاسوأ ان شاء الله للاهلي يتحقق السنه دي، ما ياخدوش بطوله افريقيا ان شاء الله، يخيبوا خيبه العالمين في كاس العالم للانديه ان شاء الله. انا متوقع كده، لان النيات سودة، مش لان انا اتمنى، انا بالعكس انا بحب الكوره، يعني انا مالي انا ما يروح الاهلي يلعب مع ريال مدريد ولا بتاع، بس النيات صعبه. انت مش بس ما بتحبنيش، انت بتكرهني، انت بتعمل كل شيء عشان تدمر نادي الزمالك. ف إن غدا لنظيره قريب. خير ان شاء الله. الزمالك فكره، والزمالك نادي كبير، ونادي ليه جماهير، هيعدي عليه شويه حلوين يتعب. الزمالك محدش مصدق ان هو لسه في المركز الثاني، ولسه رايح نهائي كاس مصر، ولسه ممكن يقرر مين ياخد الدوري، لان خلاص الزمالك كان اتلعب عليه، عملوا عليه بوليكه كده، يعني ان هو ايه يختفي، بس لسه ما اختفاش. امتى يختفي الله اعلم، هيختفي الله اعلم. لكن الكيد والمكر شيء سيء، وانا بس هقول حاجه: لا يكيد المكر السيء الا باهله. فان شاء الله يكون المكر السيء هو سلاح سيء على اصحابه، لان غرفه ملابس الاهلي باظت، الارقام كبرت قوي، قوي، وكله عايز ياكل. يعني واحد زي رامي ربيعه هيمضي على ايه؟ هتديله كام؟ هتقول له 7 مليون؟ هيقول لك 30 40. اذا كان اكرم توفيق عايز 30 مليون، ادفع يا كابتن. وصحيح في اللي بيدفع، بس لحد امتى؟ ما هو عايز منك حاجات معينه، فلحد امتى يقعد يدفع؟ السلام عليكم.